السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. المتابعين الكرام، اليوم لدي لكم قصة جديدة، لكن قبل تفاصيل المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كان شابا له وجهة نظره بالزواج، فقد كان يراه دوما كقفص إن دخله فلن يستطيع التحليق خارجه، لذلك فضل أن يحيا شبابه كطائر حر، لا يقيده ذلك الرابط الذي كان واثقا أنه سيقطعه بيوم ما. لم يكن أحد يعكر من صفواه إلا أمه، فقد كانت تستغل أي فرصة لكي تلح عليه بالزواج، وتطلب دوما من صديقه الذي كان يلازم زيارتهم أكثر من أقربائهم. كان يساعدها بإقناعه، فكان يرد عليها دوما بنفس الجملة: لا تقلقي يا أمي، فلن أدع هذه السنة تنتهي قبل أن يكون خاطبا لفتاة ذات جمال والنسب. وما إن ينفرد بالجلوس مع صديقه حتى يقول له: أعانك الله على أمك التي ترغب أن تدفئك وأنت على قياد الحياة. يا زواج يا أخي، بإمكانك إمضاء الوقت بالفعل ما تريد مع أي فتاة توقيعها بحبك. فكان يرد قائلا: وأنا أقول لنفسي ذلك كلما تطلب مني أن أتزوج. مضت السنوات ذهابا بها في نهايات كل أسبوع إلى أماكن السهر وزيارات الأصدقاء والحضور والحفلات، وانتهز أي موقف للتعرف على فتاة وتكرار اللقاءات معها. ولكن عندما كانت تفتح أي فتاة موضوع الزواج، كان يختلقان عذرا تافها لإنهاء العلاقات بينهما. لا حين أصيبت أمه بأزمة قلبية وخضعت لعمليات جراحية جعلت الدم يجمد في عروقه خوفا من فقدانها، وعهدها بأنه سيتزوج أي فتاة تختارها حينما تتعافى. وما إن تعافت حتى طلب منها أن تخطب له فتاة ذات خلق، وانتعش القلب الأم لطلبه، وشعرت بنشاط يعادل النشاط التي كانت عند شبابها، فلم تجعل يوما واحدا يضيع منها وهي تبحث عن عروس لابنها. وعندما وجدتها وتأكد بنفسه من سمعتها الحسنة ثم القبول والزواج، لم تمض بضعة أشهر التزم بها بعدم التعرف على فتيات، حتى أتاه صديقه ذات يوم وقال له: حتى وإن أصبحت متزوجا فلن تتضرر إن تعرفت بفتاة تسليت معها كما يحلو لك، وزوجتك تصونك في المنزل. فكر بكلامه كثيرا ثم وافق عليه، وقرر ألا يشعر زوجته بشيء، فلا يحرمها من كلام مغسول ولا هدايا، وسيلبي لها كل طلباتها. ومع تتالي سهراته أصبحت زوجته تشعر بالضيق في يوم إجازته الوحيد التي كان يجب أن يمضيه معها، كان يمضيه مع صديقه خارجا. ومع كلمات حبيبتي وعبارات الغزل كان لا يتوقف عن قولها، لكنها كانت تشعر أنها كلمات تقال من رجل آلي تفتقر إلى إحساس وشعور. هنا تنتهي هذه القصة، نلتقي في جزء ثاني. إلى اللقاء.